السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا مثل ما تشوفون هذا الفيديو جوايه هو حادثة الكلية العسكرية اللي راحوا خيرة شبابنا اثنين من اخواننا العراقيين اللي كانوا في الدورة العسكرية اللي مسؤولة ناصر الغنام. طبعا ونوجه ألف شكر وتحية دولة رئيس الوزراء محمد الشاش السوداني لإقالة رئيس الكلية العسكرية والمعاون معه بتاعه همينة. طبعا نشكرهم جزيل الشكر. وثاني شي يعني ليش يعني الدم ذولا برقبة من؟ يعني نريد نعرف احنا شغلة واحدة، دم ذولا برقبة من هسه؟ اثنين طلاب بعدهم صغار بالعمر، بعد بعز شبابهم، بعدهم مستوهم بدأ حياته. زين انت يا رئيس الكلية العسكرية، سواء من عندك التقصير او من الادارة او من العاملين المنتسبين اللي وياك او من المتدربين، شنو ذنبهم؟ يعني احنا نريد نعرف اليوم. الشارع العراقي كله طلع يريد يعرف شنو ذنبهم اليوم. يعني اليوم هم رايحين كلية عسكرية، باكر عقبه يريد يصير ضابط، يتوظف، يتزوج، يكون عائلة، يكون أسرة. مو اليوم رايح هو الكلية العسكرية حتى يموت، حتى يستشهد. يعني يعني شنو ذنب اليوم أهله؟ شنو ذنب أمه؟ شنو ذنب أبوه؟ شنو ذنب قرايبه؟ شنو ذنب عائلته؟ شنو ذنب مرته إذا متزوج؟ شنو ذنب أطفاله؟ يعني هذا اليوم هو متزوج فهاي طامة كبرى هم. تفهموني كيف؟ يعني واحد من عندهم ما متزوج واللاقي اعتقد متزوج. يعني هسه ما متزوج بالله هم طبعا نعزي اهلهم ونقول لهم طبعا نعزي اهلهم ونقول لهم بقية بحياتكم ان شاء الله خاتمة الاحزان، وننتظر ان شاء الله التحقيق عادل بالعراق والقضاء عادل، وان شاء الله المقصر راح ياخذ جزاء العادل. نتمنى من الكلية العسكرية بأنه اليوم شوية يديرون بالهم هلا بالناس، هلا بإخواننا. اليوم هو رايح من أجل الوطن، رايح اليوم رايح للكلية العسكرية يتدرب ويطلع ضابط ويخدم هذا الشعب. مو اليوم احنا رايحين حتى اليوم نقتل هاي شبابنا الورود. فأتمنى من عندكم وأتمنى من رئيس الوزراء هم، وشاهدوا لي هذا الفيديو، شاهدوا لي الفيديو للأخير، خلوكم وياي وشاهدوا الفيديو وانتم حكموا اليوم. يعني شوفوا أهاليهم، شوفوا أو أبوهم أمهم إخوانهم، شنو اللي مزق اللي صاير بيهم، شنو اللي حالة الهستيريا اللي صايرة بيهم من وراء أطفالهم. فخليكم وياي وتابعوا للأخير. تشوفون شباب، ابقوا وياي للأخير على الفيديو. تشوفون الفيديو صح؟ شوف الفيديو للأخير، شوف.